هعمل النهارده معاكم صينيه كيكه بس بطعم الجاتوه. ايوه زي ما سمعتي كده. هنعملها النهارده بطريقه سهله وبسيطه جدا، هتديكي نفس طعم الجاتوه بالظبط. صوص الشوكولاته اللي احنا عاملينه دوت مع الكيكه بتاعتنا مخليها جاتوه طعمها جميل جدا وتحفه. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونبدا مع بعض. انا هنا جبت بيضتين دول بحراره الغرفه، ما ينفعش تجيبهم من التلاجة. كوبايه لبن، كوبايه سكر، نص كوبايه زيت، فقط لا غير. ادي مقاديرنا وادي طاسه الكيكه بتاعتنا النهارده اللي هنقلبها جاتوه بطريقه سهله وبسيطه جدا. تابع معايا الفيديو للاخر لان بجد بجد الطريقه سهله وبسيطه جدا واقتصاديه، وهتطلع معاكي احلى واجمل جاتوه. الجاتوه بتاع النهارده يا جماعه طعمه جميل جدا واقتصادي جدا. هنا بيضتين وكمان ممكن بيضايه واحده، مفيش مشكله اللي موجوده عندك. زي ما قلت لك لازم تطلعيه من التلاجة من قبلها بفتره. الجو ساقع جدا وهتلاقيها في التلاجة نشفت، فانت طلعيها عشان تدفى معاكي. اللبن بتاعنا بقى مش هقول لك بحراره الغرفه لان الغرفه دلوقتي متلجه. دفيه شويه على النار زي دمعه العين كده، عشان لو سقع معانا هيبوظ البيكنج باودر اللي احنا هنحطه، فلازم الحاجه بتاعتنا تكون دافيه. هنا ذره فانيليا، لو عندك كيس فانيليا حطي كيس فانيليا، لو عندك سايله حطي نقطتين زي كده. تمام تمام. دي ما تستغنيش عنها عشان زفرة البيض. هنا مع كوبايه سكر، وما تكتريش سكر، هي كوبايه السكر بس فقط لا غير. انا شلت نص كوبايه السكر اللي انا هحطها هنا وهحطها في الشوكولاته عشان ما تبقاش تقيله. لو انا حطيت هنا كوبايه ونص سكر وجيت عملت الشوكولاته حطيت فيه نص كوبايه هيكون طعمها تقيل جدا، لان كله هيتخلط مع بعضه وهنيجي ناكلها هنلاقي السكر كتير. فخلي بالك من نقطه زي دي، يعني ما تكتريش السكر. لو هتعمليها بصوص شوكولاته تشيلي نص كوبايه السكر اللي احنا بنحطها اللي هي العاديه بتاعتنا، نص كوبايه زيت، وهنقلب كل ده. تمام. مقاديرنا سهله وبسيطه وعلى قد الايد وهتاكلي جاتوه تحفه. حته الجاتوه دلوقتي بقت ب70 وب80، معرفش على ايه. ليه الاسعار دي؟ خلينا في الجاتوه بتاع البيت. هنقلب كل ده كويس، واهم حاجه طبعا الخطوه دي عشان الخليط بتاعنا يندمج مع بعضه والسكر بتاعك يدوب. هنا ما ينفعش تكروتي ويلا شقلب وقلب، لازم تقلبيهم كويس عشان تدوبي السكر، والزيت كمان بتاعنا يتفاعل مع الحاجه كده ويدوب جدا. هنركب بقى هنا المواد السائله وهنجيب المواد الجافه. انا هنا عندي كوبايتين دقيق، دي كوبايات اللي هي نفس الكوبايات اللي انا عايرت بيها الكوبايات بتاعه اللبن والسكر والزيت اللي انت شفتيه، هي نفس الكوبايه. كوبايتين دقيق وهحط عليهم معلقتين نشا، معلقتين نشا هرميين يعني نص كوبايه برضو، وكيس بيكنج باودر. تمام تمام. متفقين متفقين. هنزل هنا بقى بمعلقه كاكاو زي ما انت شايفه كده، كاكاو خام. لما تجيبيها لونها غامق بتديكي لون حلو في الكيكه بتاعتك. بلاش الكاكاو الفاتح عشان احنا هنا عايزينها غامقه، ده انا كمان لسه هحط معلقه تاني. كل ما بتكون غامقه لسه لما بتستوي وبعد كده بتترفع معاكي بتديكي لون فاتح، فما تقلقيش من اللون الغامق ده خالص. تجيبي كاكاو خام. تمام تمام. ذره ملح وقلبي بقى المواد الجافه. حبايب قلبي بقى لو وصلت لغايه هنا ما تنسيش اختك حبيبتك تعملي لي احلى اشتراك من ايدك وتحطي لايك للفيديو وتشيري الفيديو دوت على الصفحه بتاعتك عشان الكل يستفاد. انا عايزه كل الناس تشوف الفيديو دوت وعايزاه يكسر الدنيا. مش هيكسر الدنيا الا من بعد ربنا ثم بيكم، يعني انتوا اللي بايديكم اللي انتوا تظبطوا لي الفيديو ده ويرتفع لاكبر عدد من الناس. كل اللي هيشوف الفيديو بتاعي ويتفرج عليه ان شاء الله ان شاء الله الفيديو ده هينجح وهيكسر الدنيا. مجرد ما تحطي لي احلى لايك وتكتبي لي تعليق حلو وتتفرجي عليا هتاكلي يعني بصي هتاخدي احلى دعوه مني. يعني انا هدعي لك كده، كل اللي بيحط لي لايك انا بدعي له دعوه حلوه من قلبي. يا رب يا رب توصل لكم ويجعلها من نصيبكم. وشكرا شكرا على حبايبي الجداد اللي دخلوا لي اللي اشتركوا لي. ربنا يخليكم ليا، ما تحرم منكم ابدا. مفرحيني ومنوريني ودعواتكم وجمايلكم على راسي من فوق، ويا رب ما تحرم منكم ابدا. حبايب قلبي انا عايزاكم بصوا يعني، انا عايزه قناتي تكبر تكبر من بعد ربنا ثم بيكم. انتوا اللي هتكبروا لي قناتي وانتوا اللي هتخلوني اكمل معاكم واستمر. حبايبي اللي متابعيني وحبايبي الجداد ربنا يخليكم ليا وما تحرم منكم ابدا. انا هنا نزلت بالمواد الجافه دي، وهنا طالما حاطين بيكنج باودر حاطين قصدي شوكولاته اللي هو الكاكاو، طبعا بتكون تقيله معانا شويه غير الكيكه العاديه زي ما انت شايفه هنا. انا هنا مش هحط اي ميه تانية ولا لبن ولا الكلام ده خالص، لان احنا هنا انا عايزه السمك بتاعها يكون كده، يعني طالما فيش كاكاو معروفه بتتقل شويه كده اهو. تمام تمام. كده مظبوطه مظبوطه. اول حاجه هنعملها، انا هنا حسيت ان الكاكاو اللون فتح معايا شويه ما عجبنيش، رحت حاطه معلقه تانية. طب انت لو عايزه اللون ده ما تنسيش اللي بعد ما تستوي هيفتح معانا اكتر. رحت انا جبت نص معلقه، يعني من نص معلقه صغنططه كده، رحت نازله بيها كمان. حسيت اللي هتديني لون احلى.
خلاص بقى خدت اللون اللي انا عايزاه. طبعا انت اللي تحددي اللون براحتك، عايزه تغميها عن كده حطي كمان نص معلقه وخليهم معلقتين، عايزه تخليها لونه مظبوط كده هيبقى معلقه ونص كاكاو، عايزه تخليها اقل يبقى معلقه واحده. انا هنا جبت الصينيه بتاعتي بايركس. انت طبعا الالومنيوم بيكون احلى وافضل في انواع الكيكه. انواع الكيكه يا جماعه اساسها وجمالها الالومنيوم، بس انا النهارده عشان انا عندي عايزه اعملها جاتو، فانا جبت دي اللي هي تبقى مربعه، لان انا ما عنديش صينيه مربعه. لو انت عندك صينيه مربعه بتكون احلى وافضل لو الومنيوم. تمام تمام. نزلت بالزيت، واهم حاجه بقى تعملي الاطراف من فوق. الاطراف المهم اللي انت هتعمليها من فوق دي، لما تيجي تنزليها وتقلبي صينيه الكيكه معاكي ما بتتلقاش لازقه من فوق. لما تطلع لفوق كده ما بتلزقش، فانت لازم تعملي الجناب لغايه فوق. هنا طبعا ما ينفعش نحط دقيق، لازم نحط كاكاو، لان احنا عندنا هنا الكيكه بتاعتنا بالشوكولاته. هتيجي تقلبيها هتبص هتلاقي من تحت القاعده بتاعتنا لونها ابيض، فلازم تكون نفس اللون بتاع الكيكه اهو. انزلي هنا بقى واحده واحده كده بسرسوب سرسوب عشان تدخل فيها الهواء. دي خطوه مهمه جدا. لما تيجي تعملي الكيكه ما تنزليش بالكميه مره واحده، لازم تنزلي بالواحده كده، عشان احنا بنحاول ندخل الهواء على قد ما بنقدر. بندخل الهواء واحنا بنقلبه، وكمان بندخل الهواء واحنا بننزل بيه كده. هنزل بقى بكل الكميه دي، وبعد كده هدخلها على طول على الفرن بتاعتي، والفرن بتاعتنا تكون وسط. طبعا هننزل كل الكميه دي. هنا بقى الفرن بتاعتك لازم تكون وسط، ما تكونش عاليه، وما تولعيش الشوايه من فوق خالص، هي بتدي لون حلو من لوحدها. هنا بقى الصوص الشوكولاته بتاعنا دوت، لو انت ما عندكيش صوص شوكولاته وما بتعرفيش تعمليه، هتجيبي كوبايه كوبايه سكر، هتجيبي كوبايه ميه، هتجيبي كوبايه كاكاو، وهتجيبي نص كوبايه زيت، وهتحطيهم في الخلاط. بس ما تنزليش بالزيت في الاخر خالص، يعني بعد ما تقلبي كوبايه السكر وكوبايه الميه وكوبايه الكاكاو تحطيهم في الخلاط وتقلبيهم كويس، وتنزلي بالزيت بالسرسوب واحده واحده عشان يربط معانا. انا هنا طبعا نزلت كده، انا عامله كميه حلوه، انا مش عامله الكوبايه دي بس، انا كمان عامله اكتر من كده. بس انا كل ما اقطع حته هرش عليها حبه، يعني كل ما هوريكي دلوقتي. انا هنا الكميه بتاعتي اكتر من كده. بصي بقى انا هنا عشان الكيكه بتاعتي كانت سخنه، الشوكليت بتاعنا كله نزل من تحت. بصي البخار اهو زي ما انت شايفه كده، البخار بتاعي عمال يطلع زي ما انت شايفه كده اهو. بصي لسه سخنه. طبعا حاجه زي دي ما بتقعدش تبرد يا جماعه، انتوا عارفين طبعا البيت اللي بيكون فيه اطفال مفيش حاجه بتقعد، مجرد ما بتطلع ما بتقعدش. انا هنا بقى كل واحده هجيبها احط عليها ربع كوبايه شوكولاته زي ما انت شايفه كده. طبعا طعمها تحفه وجميل جدا. زي ما قلت لك كوبايه كاكاو، كوبايه ميه، كوبايه سكر، واضربيهم في الخلاط كويس، وبعد كده انزلي عليهم بنص كوبايه زيت، هيديكوا الشوكولاته الجميل اللي انت شايفاه دوت. لو انت عندك الشوكولاته بطريقتك براحتك مفيش مشكله، بس انا بقول لك هنا انا عملت الشوكولاته بتاعي ازاي. وكلي بقى احلى واجمل جاتوه. حطي لاختك حبيبتك احلى لايك. باي باي.